تيجي نعمل يلا يا باشا. يلا تعالى زيزو هنا. يلا قال لك من ورايا تبديل. تبديل. خش في حلقتك يا باشا. طيب الزمالك عنده ميزه كبيره جدا مع الراجل اللي ماسك الفريق دلوقتي يانيك فيريرا، في ان هو السؤال دايما هو ليه بيزيرا لعيب خطر؟ لعيب امكانياته عاليه جدا، لكن في نفس الوقت هو المطالب دايما انه يستلم الكوره وهو وشه للدفاع. فانا ازاي احاول اخلق له شيء ما وطريقه ما في اللعب تخليني عارف كويس قوي اوصل له للحاله اللي معانا في الصوره دي. خلينا بقى نستعرض كده هو بيعمل ايه بالظبط، بالذات وهو بيبني اللعب من ورا. الزمالك علشان يحرر في بيزيرا فبيعمل حركه من الحركات المهمه جدا. خش بقى في الصوره اللي وراها، انه وانت بتبني اللعب ناصر ماهر بيسيب مكانه وبيخش كانه وينج يمين. الفكره فين هنا؟ انه يحاول يشد معاه واحد من اللعيبه اللي في العمق. فلما يشد واحد من اللعيبه اللي في العمق ده يفتح الملعب ده بالظبط، ده مساحه التمرير بتاعت مين؟ ماشي. بتاعت الراجل بيزيرا اللي في الصوره اللي وراها. فبيزيرا بيستلم الكوره وهو عنده قدره ان هو يكون عنده لحظه يستلم فيها الكوره ويبتدي بقى يشغل امكانياته ويشغل مهارته ويشغل الموهبه بتاعته. طبعا بيزيرا واحد من اللعيبه اللي غير موهبته، هو كمان بص وقفته طلبه للكوره ووقفته اللي مخليه يقدر بسرعه يعمل الترن بتاعه ويوصلنا للحاله دي. لما كنت بيرسي تاو متعلم بره، فهي دي الفكره بتاعته. طيب عكسه ادم كايد. ادم كايد واحد من اللعيبه اللي لما بيستلم الكوره بنفس الطريقه في الحته دي في العمق، هو مش داخل يرقص، هو داخل يعمل ايه؟ ياسيست. فانت دايما عايز تبعد، لو الاهلي مثلا بيفكر يبقى عايز يخلي ادم كايد يستلم على الوينج وعايز بيزيرا ما يستلمش في القلب، والعكس صحيح. أيوة. ولو انا مدرب الزمالك النهارده فانا هيبقى تفكيري كله اركز في الحته دي. طيب مشكله الزمالك فين بقى؟ يعني دي نقطه قوه الزمالك دلوقتي اللي هي عند بيزيرا بالظبط كده، وعند ادم كايد. طيب مشكله الزمالك فين بقى دلوقتي؟ في ان الفرقه، لان هم كل لاعيبتهم لعيبه كوره جامده بس ما فيهمش حد بيقطع الكوره بسبب ان القايمه شحاته منقوص منها وربيعه لحد دلوقتي ما دخلش الحسابات بتاعت يانيك فيريرا. فالازمه الكبيره بتبان في اللحظات دي، ان عمليه الضغط وعمليه استرجاع الكوره ما بتتمش دايما باحسن طريقه، وبعد دقيقه 30 دايما في هبوط في المستوى. خلينا بقى نبص على الاجوان اللي دخلت في الزمالك من اول الموسم دخلت ازاي، او الفرص اللي اتعملت على الزمالك اتعملت ازاي، عشان نفهم الخطه بتاعت الزمالك دي عيبها ايه. فيبقى فيريرا محتاج يعالجها والاهلي محتاج يفكر فيها. احنا بنتكلم ان في ماتش الجونه في 4 فرص، 3 من ورا عبد الله السعيد وواحد من فاول. حلو. الماتش بتاع الاسماعيلي بتاع المصري 4 فرص في ماتش المصري، منهم مرتين ورا عبد الله السعيد ومرتين كره ثانيه. فده يفتح لك الباب بتاع عبد الله السعيد، وازاي الراجل فيريرا محتاج يقفل الثغره بتاعت عبد الله السعيد اللي موجوده دي. عبد الله بيتقلب ثغره امتى؟ عبد الله وهو واقف هنا هو مش ثغره. حلو. بس عبد الله بيتقلب ثغره لما يبقى عليه 3 اوبشنز، فيبقى باص الثاني الثالث عبد الله بقى محتاج يعمل كده. لما عبد الله يبقى بيحتاج يتحرك كتير كارتكازه يحصل فيه ايه؟ طبعا هو ما عندوش السن، ما عندوش اللياقه دلوقتي اللي تسمح له انه يوصل هنا في الوقت المناسب وبعدين يرجع هنا في الوقت المناسب وبعدين يوصل هنا في الوقت المناسب. فالفكره دي هي اللي محتاج فيريرا ياخد باله منها، ومحتاج الناحيه الثانيه كابتن عماد النحاس يفكر فيها اضربها ازاي واستخدمها ازاي. عظيم. لان الزمالك ما عندوش على الدكه حلول ثانيه، ودي واحده من النقاط اللي الجمهور بيزوم فيها على فيريرا كأن جنبي جاتوزو. طبعا في حاجات اللي هو زي مثلا ان هو اخد ريسك ان انا اخرج مصدق الوحيد اللي ينفع يلعب ارتكاز فيحصل ان دونجا يتصاب فاحتاس في الحته دي. بس في الماتش بتاع الاهلي هتبقى دي النقطه الرئيسيه اللي ممكن تفكر فيها وتحاول تستغلها، لان الزمالك عنده مشكلتين، دي وعنده مشكله الكره الثانيه. خلي بالك عايز ناصر ماهر برضه نفس المشكله. ناصر ماهر مش من اللعيبه اللي بترجع تدافع. هو انا عايز اقول لك، هي الاول ابتدت الزمالك، رحله الزمالك كانت كده، وبعدين لما اكتشف المشكله دي الراجل حاول يقلل مساحات الجري بتاعت عبد الله بانه يعمل كده ويخلي ناصر هو اللي بيلعب بالعرض. بس في النهايه هي القايمه فيها محددات على الراجل، فمشكلتها الرئيسيه القصه بتاعت الكره الثانيه اللي هي دي بقى النقطه اللي كل الفرق اللي لعبت الزمالك استفادت منها.